السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة هنصحح معلومة لناس كتير. ناس كتير جدا بتتواصل معايا وتقول لي يا أبو هاجر أنا عاوز جوز كينج آكل منه. طيب يا جماعة الله يكرمك، أو الله يكرمك يا ست الكل يا اللي بتتابعينا. أنت داخلة تقولي عاوزة جوز كينج، فأنت عاوزة حاجة تاكلي منها. فلما أجي أعرض لك مثلا جوز كينج شعبي، أو تشوفي مثلا جوز كينج مستوى قوي، تمام، لازم تعرفي ان سعره ملوش علاقه بالشعبي. تمام. الكينج المدور المكعبر اللي ديله قصير ده ملوش علاقه باللي هو الكينج اللي بنذبح وناكل منه. تمام، ولا من حيث التقليب ولا المواصفات ولا من حيث السعر. تمام. فلازم تصحح المغلوطه اللي عند حضرتك، المعلومات المغلوطه اللي عند حضرتك. تمام كده. طيب فالناس بتطلب مثلا، يقولوا عاوزين كينج للاكل، اقول لهم كينج شعبي، يقولوا لا كينج المدور ده. يسمعوا السعر يصدموا. طب يا جماعه ما هو سعره غالي، ما هو ده للفرخ، انت عاوز تاكل منه انت حر. تمام. اي نوع حمام بيتاكل، اي مستوى حمام بيتاكل، لو جوز ثمنه 100,000 جنيه تذبح وتاكل منه عادي، مش حرام. لكن الحرمانيه هنا، او الاسف هنا، ان هو سعره غالي بس. فاعرف يعني ايه كينج شعبي، اعرف يعني ايه كينج مستوى متوسط، اعرف يعني ايه كينج مستوى فوق متوسط، يعني ايه كينج مستوى عالي. تمام. حمام الفرخ شيء، ده تفرخ منه وتبيع، وحمام الدبيح شيء تاني خالص يا جماعة. تمام. وفي الاول والاخر انت حر، ان شاء الله تشتري جوز ب10,000 جنيه وتاكل منه، دي حرية شخصية. نفس الامر ينطبق على الحمام الروماني والحمام الرومي. الواحد خلاص زهق من كتر ما عمالين نقول للناس يا جماعة الحمام الروماني ملوش علاقة بالحمام الرومي. طب الحمام يقول لي عاوز جوز رومي مستوى قوي، تقصد حجم قوي. تمام. هو الرومي لو عايز حجم قوي ده ليه سعره. طيب لو عايز روماني، الروماني ده حمام للفرخ، تفرخ منه وبيعمل انتاج بتاعه. الرومي تذبحه وتاكل منه. ففرق، روماني بيور ده سعره غالي، رومي ده للذبيح. كينج في العموم ده سعره غالي، كينج شعبي ورومي دول تذبح وتاكل منهم. تمام كده. فالله يكرمك، حاول تحدد طلبك وحاول تعرف انت عاوز ايه عشان ما تضايقش حد.